السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ هوريلكم النهارده باذن الله الحفله بتاعت شم نسيم في النادي. فخدت لكم الاول كده جوله في شوارع. بداتها من اول مدينه الموظفين كده في حلوان، وبعد كده ده الاوتوستراد. احنا كده رايحين على مدينه 15 مايو. بص، مدينة 15 مايو رايقة خالص، رايقة رايقة روقان السنين يعني. عدد سكانها قليل، وكمان المدينة واسعة، مفيهاش تكاتك، ممنوع ان التوك توك يدخل لها خالص، ولا الاوتوستراد لو تلاحظوا مفهوش، ممنوع التوك توك يمشي عليه اساسا. اغلبه عربيات ملاكي كده زي ما انتم شايفين. مدينة الصراحة يعني انا اصلا متربية فيها، طفولتي كلها كانت فيها، فانا بحبها يعني، ليها معزة. معزة عندي كده في قلبي. فاحنا كده نعتبر في مجاورة 3 اللي هي فيها النادي بتاع المدينة. فشايفين الجو الصراحة كان حلو قوي، كان شمس، بس كانت شمس الحلوة اللي هو مش حارقة قوي يعني حتى بالليل الجو سقع قوي. فكده دي كده مجاورة 3. واحنا كده يعتبر خلاص الطريق بتاع دخلة النادي كده على طول. الصراحة يعني أنا ساكنة في حلوان، فمن مايو لحلوان بالنسبة لي مسافة، ما بروحش النادي ده إلا في الايه، في المناسبات وكده. بس أتمنى إن الواحد يرجع يرجع مايو تاني بجد، لأن حلوان بقت صعبة قوي يعني. اللي عايش في حلوان هو عارف الشوارع دلوقتي بقت عاملة ازاي. خدتلكوا جولة كده في يعني النادي في المنطقة اللي احنا كنا قاعدين فيها. هنا طبعا منطقة الملاعب والكيدز اريا. وهنا دي زي حديقة الأسرة كده، وتاخدي بقى يعني الترابيزة بتاعتك والكراسي. وطبعا ده نادي اجتماعي واحنا اعضاء، فاحنا مدخلين الاكل اللي احنا عايزينه بمزاجنا، احنا كده كده اعضاء بالكارنيه بتاعنا. فماما الصراحه كانت مظبطانا مظبطانا الاكل جامد. رنجه وفسيخ، هوريلكوا دلوقتي الوليمه شكلها عامل ازاي. للي ما بياكلش فسيخ بقى ما يشوفش الفيديو. للي بيقرف من الفسيخ وما بياكلش ما ياكلش الفيديو. طبعا احنا ما بنجيبش الفسيخ من اي حته، وعارفين هو جاي منين. ده غير ان هو لما بيتنضف خلاص ما بيبقاش ليه ريحه خالص، وبيبقى دلع كده وجميل. كانوا عاملين شويه فقرات كده للاطفال. كانوا جايبين البنوت اللي هي في النص اللي لابسه ابيض وطرحه سودا دي. جمعت الاطفال كده حواليها وبيعملوا زي يعني تمارين الصباح كده. انا شلت طبعا الصوت عشان بس حقوق الطبع والنشر. فالاطفال كده بيتفاعلوا معاها، الصراحه كان حاجه لذيذه قوي بالرغم ان الشمس كانت حارقه بجد. انا استغربت ان شم النسيم السنه دي الجو كويس، يعني السنه اللي فاتت كان الجو مصهد، كنت حاسه ان انا قاعده جوه فرن. كان مصهد جامد قوي. فعجبتني كمان البنوته دي تشجع الولاد كده على الحركه، بتخليهم كده يعملوا لكنها زي تمارين كده تشجع الولاد على الحركة، بدل ما الولاد تستسهلوا ان هو يقعد وياخد الموبايل، يفتح اي فيديوهات ولا اي حاجات. والتيك توك بالذات الاطفال بتنجذب له قوي، واللي تلاقي الوقت سرقه كده، ليه هو مش حاسس بالوقت وباللي حواليه. فحلو ان هما نرجع الاطفال تاني بقى للطاقة والطاقة والحيوية كده تاني. كله ساب الكيدز اريا وطلع بقى حوالين البنت دي. في فقرات تاني غير دي كمان هبقى اوريها لكم برضو في خلال الفيديو. انا وقفت شويه في الشمس ما قدرتش فرجعت تاني. شايفين هي دي الحديقه بتاعه الاسره وكده، لان هي منها الكيدز اريا على طول، فالولاد تحت واولياء الامور فوق بيبقوا متابعينهم. لان في منطقه تانية اللي هي حوالين حمام السباحه اوريها لكم في اخر الفيديو. اهو زي ما انتم شايفين بننزل بالسلالم دي كده، وفي على الشمال الكيدز اريا، وعلى اليمين تقريبا ده زي بتاع الجيدو كده حاجه كده او الكاراتيه. الوليمه بقى بتاعتنا، اختي كانت عامله سلطه التونه اللي هي في العلبه الموف دي، البتنجان بتاعي الخطير والبطاطس، اي نعم هما ما تاكلوش الباقي غطى عليه. الرنجه احنا جايبينها متقطعه جاهزه اهي، متفصصه كده جاهزه. انا كنت عاملاها سلطه، ماما كانت جايباها كده. ده السردين، كان تحفه تحفه، طعمه بحر ما تفهموش. يعني مش عارفه ايه المصطلح طعمه بحر ده، بس هو فعلا طعمه بحر. البيض ده مش متلون، ده اختراعات بنات اختي. جابوا بلالين وحطوا البيض البلدي جواها بحيث ان هو يبان ان البيضايه من بره ملونه وهي مش ملونه، هي محطوطه حواليها بالونه بس.
كنا جايبين عيش طازة، شايفين طبعا كنا جايبين الجوانتيات دي عشان ناكل ونرمي على طول. فالرنجة كانت خطيرة، السردين كان تحفة. قعدنا ناكل او لسه بنحضر ونسينا ان في فسيخ هنفضيه دلوقتي باذن الله، افتكرناه يعني. فالفسيخ برضو احنا حد برضو شارينه منه، وكان جاي متفصص جاهز في برطمان. وكنا جايبين الاطباق الفل دي يا دوبك استخدام مره واحده وتترمي، احسن حاجه. فشايفين تحفه، وهو جاي بيبقى محطوط فيه الزيت بتاعه، مفيهوش ريحه خالص، مش الطعم اللي هو الوحش زي ما بيجيبوه على النت كده، لا، سمك مملح، سمك مملح، مش هاتوا من مكان ثقه. شايفين لون اللحم بامبا ازاي، لونه بامبي، فتجيبه من مكان ثقه. استكمالا بقى للحفلة فكانوا جايبين فرقة كده، وكانوا جايبين كذا فقرة على فكرة، بس انا ما صورتش كل حاجة. كانوا جايبين فقرة باليه، وفقرة الكورال بتاع النادي، كانت الاطفال كانت بتعزف. وبرضه انا شلت الصوت هنا برضه عشان حقوق الطبع والنشر. انا عاجبني بقى يعني الرجاله الشقيانه دي اللي هم بتوع الاستعراضات دول، ده بقى يعتبر الموسم بتاعهم بقى، بيتحركوا من مكان يروحوا المكان تاني وهكذا في عز الشمس اللي احنا شايفينه ده. ف كان حلو الصراحه، استعراض لذيذ. مش فاكره الاغنيه كانت شغاله ايه، وبرضه شلته شلت الصوت كله. ولاحظوا هنا الاطفال ما لفتهم، مش لافتين الاستعراض مش لافت نظرهم قوي زي البنوته اللي كانت موجوده الصبح دي. الصراحة كان استعراض لذيذ، وكان يوم خفيف، يعني يوم لذيذ وخفيف، وغيرنا فيه جو. تغيير الروتين بتاع الأسبوع الممل. يعني أنا خدت أجازة من الشغل حد واتنين، فكان بالنسبة لي ان انا فصلت شوية، وما بروحش النادي ده خالص، بندفع الاشتراك على الفاضي الحمد لله يعني. ف فدينا غيرنا جو، شفت ناس كان بالي كتير ما شفتهاش من ضمن سكان مدينة 15 مايو يعني. فحلو والله ان احنا اتجمعنا كده في اليوم ده تغيير. احنا كده يعتبر على العصر كده، بعد العصر. شايفين الشمس هنا بقى كانت بدأت تخف شوية. هما جابوا لنا شمسية بعد كده، الشمسية مش عارفة ايه اللي حصل لها، وقعت. شايفين الشمس وجمالها مع النخلة اللي طالعة دي تحفة. الجو، لا الجو كان لطيف. احذركم بقى ان الجو اربع وخميس هيبقى حر جدا. فالنادي كده يعتبر اتزحم كده على الاخر كده يعني كومبليت. برضو منظر الشمس انا عاجبني جدا. هوريكم بقى المنظر في الغروب كان عامل ازاي. شايفين الجمال، هنا كان المغرب قرب يأذن، شايفين التحفة. وهنا ده منظر النادي بالليل عند حمام السباحة. كانت الدنيا رايقة بقى، والجو بدأ يبقى طراوة كده، كان الجو حلو قوي. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. يلا، السلام عليكم.